النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم عصير حلو جدا. كلنا بنعاني ان اولادنا ما بيحبوش يشربوا اي حاجة مفيدة. هعمل معاكم النهاردة عصير مفيد جدا جدا بطريقة سهلة، هم اصلا مش هيكتشفوها. معايا اول حاجة نص كيلو من الفراولة، غسلتها كويس جدا وقطعتها. ومعايا بقى بنجراية، قشرتها وقطعتها مكعبات وحطيت عليها 2 مج من الميه وسبتهم يغلوا، وبعد كده وطيت النار لحد ما استوت تماما. لازم البنجر معاكم يستوي تماما، شايفين بالظبط كده. هتقولوا لي طيب البنجر هنا ممكن يبان طعمه، هقول لكم هنحط حاجه بجد تحفه هتخلي طعم البنجر ما يبانش خالص في العصير بتاعك. دلوقتي بقى هحضر الخلاط بتاعي وهنزل بالبنجر الاول، وبعد كده بقى هحط عليه معلقه كبيره من جيلي الفراوله. هو ده اللي هيخلي طعم البنجر يروح تماما، والاطفال اصلا مش هتحس بيه خالص. ومعايا كمان نص كوبايه من السكر. طبعا السكر ده اختياري، تقدروا تحطوا ربع كوبايه من السكر او نص كوبايه اقل او اكتر، بس نص كوبايه ده مظبوط جدا. انا هنا ضربت الجيلي مع السكر مع البنجر عشان البنجر هيحتاج ضرب اكتر من الفراوله، عشان يبقى العصير كده ناعم جدا ما فيهوش اي حبيبات. هنا كان في حد بياخد فراوله، شايفين الايد الصغنونه دي؟ دلوقتي بقى هنزل بالفراولة بتاعتي وهضربه، وبكده يبقى عندنا احلى عصير فراولة بالبنجر، مفيد جدا 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 للاولاد. ياخدوه معاهم المدرسة بعد ما يرجعوا من المدرسة، يشربوه قبل المذاكرة، بجد مفيد جدا جدا وصحي، وكمان سهل جدا. جربوه ان شاء الله وهتدعولي كتير. بصوا القوام بتاعه حلو قوي. لو اول مرة تشوفوني بقى، انا اسمي عزة ودي قناتي. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. استنوا مني فيديوهات تانية كتير سهلة وسريعة وكمان مفيدة. اشوفكم باذن الله في فيديو جديد. مع السلامة.